يحكيوا على سلطان، وما سلطان إلا الله. سلطان كان خايف ربي، يقدر أهل العلم وعطيهم قيمتهم، ويعظم رجال الدين، صلي حافظ كلام الله. لكن يشوف في الرعية متاعه موش قايمين بفرايف دينهم، والجوامع فارغة التنبر. قعد يخمم كيفاش يعمل معاهم باش يردهم للطريق المستقيم، ويردهم يصلي ويقوموا فرايف دينهم. قال: من أركان الدين النظافة والطهر. هالناس لا يعرفوا لا يغسلوا لا ينظفوا أبدانهم، البريمة فيهم لحم ويتقرقش بالسكينة. قال: قبل كل شيء يلزم نعلموه بالنظافة، والنظافة من الإيمان. النظافة توصل للوضوء، والوضوء للصلاة. فكرة قال: ماذا نعمل حمام، واللي يجي يغسل بلاش. كفن بلا فلوس، كل نفس ذائقة الموت. والحاكم العاقل كيف يجي مش يحبب الناس في حاجة، يعملها لهم في لول بلاش. أي جاب واحد بناي، ابناله حمام كبير هايل يعمل كيف. حضر الحمام، ركبوا البيبان والشبابك، جاب الدهان. شهر من زمان وهو يدهن، عمل النوار، الكواتروات، المحابس، صيد مربوط في نخلة، محبس وفوق منه زوج حمامات وبيناتهم 5. عمل الفيليتوات، القرنيزة، على كلون خرج حمام كي العروسة. خرج البراح في البلاد، النظافة من الإيمان، والغسيل بلاش في حمام السلطان. وجاب البناي حطه في الحمام، عمل له شهرية، لاهي بالبشاكر وبالطيابة، واللي حاجته بكاسة واللي حاجته بطرف صابون، كل ما يلزم. صار هاك الحمام هذاك بالبعبوس. اشكون يلحقوا الطريق ويدخل يعمل طياب ثم. وشيخ قاعد في الحمام يعلم في الناس في الوضوء في الصلاة. وهاك البناي عامل لسين يغزل الحرير، سيدي سيدي، والنهار كله هو يجري ويطيح. وهذا يمد له البشاكر، وهذا يدور له القبقاب، وهذا يجيب له بشربة ماء، وهذا يجيب له قهوة، حتى حبوه الناس ولو يحسنوا له، ولا يقبض فيهم جوانب ياسي. وكل نهار على قسم جديد، وتنفنفت أحواله، والشهرية متاع السلطان ما يجبدهاش بالكل. حسدوا سدهان، قال يبدأ هو بناء وانا دهنت، علاش يحطه هو في الحمام وما يحطنيش انا؟ في عوض اللي هو قاعد يقبض فيهم ميات والالوف، علاش مش انا؟ لكن انا وراه وربي راه كما يقولوا. مشى طلع للسلطان، قال له: يا سيدي، انت تكرمت على الرعية وتفضلت عليها وعملت لها حمام والغسيل بلاش، لكن هالراجل اللي حاطه ثم قاعد يدفع في الناس. راهو الطياب بقداش والمطهرة بقداش وما يعطيهم هاك الكاسة ولا طرف صابون اللي ما يدفعهم. يا سيدي، الناس راهم قاعدين يتضجروا منه. ونزيدك زيادة، ثم ناس من هاك المشوشين اللي هما أعدى للعرش المفدى قاعدين يقولوا اللي البناي موش قاعد يعمل فيه من راسه. قالوا الفلوس لازم كل يوم يدي فيهم للسلطان،
والسلطان ولا حمامجي. قال شنو ولن كلب انا حمامجي. وزير قال هز البناء حطه في شكاره ورمي الكلب في البحر، وبرا امشي انت يا دهان اقعدي بقعته في الحمام. الوزير جاء مش يتكلم، مش يقول له يا سيدي، يعيط له شوف شنو نازله ابحث، لكن خاف. مش يقول له يا سيدي بالك هالراجل يكذب عليك، بالك بيناتهم شي اغراض، استخبر ابحث حتى يشهدوا لك الناس. اما شاف السلطان متغشش وشلغمه متنمر وشعره مصيش، سكت على نفسه. عند لول افرق الحكم، روح الوزير لدارو، بعث جاب البناء، قال له يا ولدي سيدنا راهو اذني باش نبحرك لبعد. قال له علاش سيدي ايش عملت من عيب؟ قال له نعرف اللي انت مظلوم، والنجم ما نفذتش الامر متاع السلطان، لكن على شرط نحبك تقعد هونية عندي في الدار، لا تخرج لبرا، لا توصل الباب، لا تطل من شباك حتى النهار اللي تموت لبعد. هاوكا حياتك كملها هوني، على خاطر اذا كان يشوفك بعض الحد ويخبر السلطان راهو راسي وراسك مش يلعب بين ساقينا، وانا عملت معاك المليح، ما ترضى تدوني، انا راني بوليدات. قال له يا سيدي اللي عملت مبروك. الوزير عنده بيت في جنينة متروكة، جنينة داير بها سور، حطه فما، وطلع للسلطان قال له يا سيدي كنا نفذت الامر المطاع وربي يبقي سيدنا. وسيد دهان مشى استنصب في الحمام، ووقتها عاديك ولا الدفوع بالمنجد، في عوض اللي كانوا الناس الجونتهم يعطيوا الإحسان، وواحد يعطي وثلاثة أربعة ما يعطيوش، ولا الحمام بالطريفة والدفوع بالمسبق. برا يا زمان ويجا يا زمان، انهار السلطان عنده بابورينو متاع نزهة، اخرج يتفسح في البحر، هو قاعد على الكويطة ومدلدل يده في الماء، تملص من صبعه الخاتم طاح في البحر، خاتم طاح في غريق البحر، ما زالش الواحد يخم عليه، اي ربي يخلف. البحرية متاع السلطان في هاك البابير هذاك يصطادوا في الحوت، برزوا نهارتها. كيف رجع للسرايا وهبطوا هاك الحوت الكل، آذن قال ابعثوا بايل فلان وبايل فلان وبايل فلان، منهم بايل وزير. الوزير قاعد في داره وجابوا كما نقولوا انت كنستروا بالحوت، قالوا هذا هدية بعثها سيدنا. عيط للتباخة قال له هز الحوت هذا، قبل ما تهز اختار منه حوتة باهية قاروصة كما تقول انت، قال لها هز هذيك لك البناي مسيكن، قل له يدبر راسه فيها، يطلع فيها ويهبط يشويها ولا يقلي ولا يعمل كيما يظهر له ويشبع فيها. هزتك الحوتة للبناي، سلم على سيدي كثر خيره إلى آخره، حتى في الماء اجبد البوس يقشر فيها، هو شقها وجبد الفرت متاعها، يلقى في وسطها خاتم، خزر له يلقى خاتم السلطان. خاتم السلطان ما يغباش فيه، السلطان مستانس كل جمعة يجيه للحمام، وقبل ما يدخل يغسل يخلي عنده سطوشه وخاتمه وسلسلته من قالته إلى آخره. أرمى الخاتم في المكتوب ومشى الوزير، قال له يا سيدي نعم، قالوا نحبك تقابل بيا السلطان. شو قابل بيك سلطان؟ عجايب، هذا كفوية ماو يا سيدي، على خاطر عصيت أمره وخبيتك وعتقتك من الموت، تحبوا اليوم يبخر بلحمي، هكا اتقي شر من أحسنت إليه. قال له يا سيدي انت ايش عليك، كيف يسألك قل له اللي انت نفذت أمره ورميتني في البحر. كيفاش مالا وكيفاش جيت مالا؟ قال له قل له واش دخلك، قول له رميتني في البحر وجيتك. اي رضا الوزير،
من غدوك على الصباح خرج السلطان المحكمة، دخل الوزير، الدايرة والفركوات تصفوا على اليمين وعلى اليسار، جاب شحام بحل الباب على فرتين وقال سيدي حاضر يا شكاية. اتقدم سي البناي، دخل قدم وخر اعتكر السلطنة. السلطان يخزر له، قال هذا مش البناي هذاك اللي بعثه وزير؟ قال نعم سيدي. قال له مش انت كذا باش تبحره؟ قال له نعم سيدي، امرك مطاع وما نخلفش عليه. حطيته في شكارة وخيطت عليه وربطت معاه حجرة كبيرة وطرف رصاص وجيت لغريق البحر ورميته. ما عرفش هذا منين جاب خرج اليوم، شبيه هذا جاي قدامي؟ ما فهمتش يا سيدي. قال له عجايب. قالوا لا عجب في امر الله، يحيي العظام وهي رميم. قال له كيفاش يا ولدي وين كنت؟ قال له يا سيدي جبت لك سلام من عند سلطان البحر. شنو هو ثم سلطان في البحر؟ قالوا نعم يا سيدي. سيد الوزير يكثر خيرك وخير وحطني في الشكيرة وخيط عليا وثقلني مليح، الله يجازيه خير، ورماني في البحر. اغتصت ساعدك والمسعودين، جيت قد قدام السرايا متاع سلطان البحر، شدوني العسكر. هذا براني، هذا شنو، هذا منين جاء؟ طلعوني للسلطان. قال لي كيف سبتك؟ حكيت له، قلت له اللي انا صنعتي بناي، وحكيت له من الجملة على الحمام اللي بنيته لك. يا اخي شد فيا مسيب، قال لي نحبك توا تبني لي حمام كيف اللي بنيته الخويا سلطان البر. وهالمدة الكل وانا نبني حتى كمل الحمام البارح. اليوم على الفجر قال لي توا مش نرجعك للبر، وسلم على خويا السلطان وقل له يعمل مزية يبعث لي هاك الدهان اللي دهنوا الحمام تاعو وهاولا مرة. واعطاني هالخاتم هذا، قال لي هزهولو. مد له الخاتم، خزر له السلطان، لقى خاتمه، ما عادش عنده شك في النازلة. قال عنديش حد، اي ابعث وجيبوا الدهان برا يا بشحام، بقول للرايس يحضر البابورين ويستناني، وجيبوا الدهان مقابله نحبوا هذا المرسى في ساعة باش ما نخليوش خويا السلطاني يستنى. حضرت الكروسة، ركبوا مقابله المرسى، طلعوا البابورينو، الدهان مشالوا حامبة، جابوا زاد حتى هو المرسى، ركب القى السلطان ودايرته وسيل بناي واقف. قال له السلطان يا ولدي راهو طلب عليك خويا سلطان البحر. البناي مشى بنى له حمام. يا اخي هاو بعث لي، قال لي نحب الدهان زاد، اما لا وليدي سلم عليه ونحبك تهنيني وتخدم له خدمة في طريقها، تمشيش تحشمني معاه. الدهان فهم، عرف اللي صاحبه البناي ربطها له، لكن مش يقول. حب يفركس باش يمنع، قال له ايش بيه سيدي حاضر، امر سلاطين طاعة وكون متهني، لكن بالله سامحني نمشي نجيب المعون متاعي ونجي. قام البناي قال لا 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 معون هو خصيص في المعونة، الدهن عنده على كل لون، والشيت مشيت الكبار من متاع التبييض، للشيت بو 3 شعرات، البو شعرة، للشيت القرنيزة، للشيت الفيليتوات، كل شيء عنده بالبرشت. لا انا كيف مشيت نبني تيمون لقيت المعون الكل عنده. قال السلطان اي مش لازم، بعد اللي هاو قال لك عنده كل شيء، اي اشكره. جابوا الشكاره، قال البنايه هات انا نحطوا فيها ونخيط عليها، انا نعرف كيفاش. ودخلوا في الشكاره وخيط عليه خياط طين وربط فيها حجرتين، وقال هذه شويه، ثماشي حجره اخرى ربط زاد حجرتين اخرين، وهزوا هو بيدو ورماه في البحر، وقال له ايه برا في الامان، وسلم على السلطان وبوس لي بيدو، وبراس خويا ما تحشمنيش معاه. ويا حافر حفرة السو تحفر لقياسك.